السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. عدنا بحلقة جديدة من سلسلة الأحياء والشوارع، السلسلة اللي بنجرب فيها المناطق والشوارع اللي فيها مطاعم قوية جدا. ولكن حلقة اليوم مميزة لأنه حلقة اليوم راح تكون بطابع البرجر. بس جايين على واحد من الشوارع اللي موجود في الراكة، شارع خالد بن الوليد، من أكثر الشوارع اللي فيها مطاعم ممتازة ومتنوعة. ولكن حلقة اليوم جاي نجرب مطاعم البرجر الموجودة في المنطقة، فحلقة قوية جدا من الراكة وبرجر بس اليوم. وبدايتنا راح تكون لمحبين برجر الدجاج، جايين على مطعم متخصص ببرجر الدجاج، مطعم ذا تشيكن بار. وبدايتنا الصراحة ببرجر دجاج محترم. طلبت عندهم اوريجينال تشيكن برجر، ولكن شوف كيف قطعة الدجاج كبيرة، بيجي فيها خس، بيجي فيها بندورة، بيجي فيها قطعة الدجاج الضخمة وجبنة وكمان الصوص الخاص فيهم. برجر بسيطة ولكن شكلها زاكي. خبز البريوش، بسم الله، مميزة. الخبزة طرية ورهيبة، الصوص اللي مستعملينه زاكي، الدجاج مقرمش، وبرضه الدجاج من الداخل كمان كبير، مش بس التغليف اللي برا. تتبيلة الدجاج مميزة، ولكن بالنسبة لي شوي تتبيلتها زيادة، بحبها تكون أبسط من هيك. السعر مرتفع شوي ولكن الحجم ممتاز الصراحة، كبيرة. قطع الدجاج نفسها كبيرة كمان. صراحة بداية قوية في شارع البرجر، بيستاهل معنا 8.5 من 10. مروا على اللي بعده. سموغ برجر، من أكثر المطاعم متخصصة بالبرجر الكلاسيك فعلا. ما عندهم أصناف، فقط عندهم تختار دبل، سنجل، تريبل. طلبت عندهم دبل. مبدئيا الحجم مفاجئ، ولكن شكلها زاكي. فيها الخبز وفيها الجبنة وفيها اللحمة اللي هي ظاهر إنها سماشت برجر. عارف تشيز برجر تبعت ماكدونالدز نفسها بس على أنظف شوي. اللحمة صراحة زاكية. الخبز واضح إنه مش فريش تماما، فميكس اللحمة والجبنة عاجبني، ولكن الخبز شوي مخرب الموضوع، وكمان صغير بالنسبة للسعر حتى لو إنها دبل. الجبنة اللي مستخدمينها خطيرة. نجرب عندهم ميكس العظماء مع البرجر، ما بيعرفوا غير الأساطير، اللي هو الميلك شيك مع البرجر. ميلك شيك زاكي صراحة، رهيب مع البرجر. بعطيه تقييم 7.5 من 10. برجر لطيف وزاكي، ولكن السعر مبالغ فيه بالنسبة للحجم، والخبز محتاجين يحسنوه كمان. الصراحة حلقة جميلة، أنا مستمتع. فحاليا نروح على اللي بعده. كيفن برجر، من المطاعم المتميزة بالبرجر، وطلبت عنده برجر غريب، برجر بالجرجير. يكون في الخبز، في الجرجير، في قطعة اللحمة، وفي كمان صوص الجرجير. جميل الصراحة، الميكس فاجأني. الخبز عندهم طري، قطعة اللحم حجمها مناسب، وفيها كمان نكهة الفحم والتدخين، والجرجير معطي جو مميز للبرجر، ولكن برضو حجمه شوي صغير بالنسبة للسعر. ولكنه في العموم تجربة جميلة صراحة، عجبني. بعطيه 8 من 10. نروح على اللي بعده. سموكيت، من المطاعم المتميزة بالبرجر واللي انشهرت جدا الفترة الأخيرة. طلبت عندهم برجر بالبصل المكرمل. الخبز طري وواضح فيه حفلة من جوا. طبعا أتوقع كمان البرجر عندهم بيكون في نكهة التدخين. الصراحة خابت توقعاتي، كنت متحمس له أكثر شوي. البرجر ما في نكهات، قطعة اللحم نفسها ما فيها أي نكهة بالمرة، وكمان الصوص ضايع. اللي حاسه بس هو نكهة الفحم ونكهة البصل المكرمل، والخبز كمان ممتاز، ولكن اللحمة نفسها مع الصوص ضايعين. ومروا على اللي بعده.
9 بي ام برجر من مطاعم البرجر اللي عليها تقييمات عالية. طلبت عندهم مشروم جاك برجر. مبدئيا شكلها حلو والخبز طري جدا، بيكون فيها جبنة وفيها صوص وفيها مشروم وفيها قطعة اللحمة. برجر جميل الصراحة. قطعة اللحمة تشبه البرجر المجمد شوي ولكنها أحسن. الخبز رهيب وطري، وكمان البرجر جوسي، والصوصات المستعملينها عجبتني، وكمان السعر متوسط ولكن الحجم مقبول. وهيك نكون وصلنا لنهاية الحلقة من الحلقات الجميلة اللي جربنا فيها عدة مطاعم برجر في منطقة واحدة. فبدنا نيجي حاليا ونرتب المطاعم بناء على الطعم. أكثر مطعم عجبني وحسيت إنه لو طور شوي راح يكون رائع هو سموج. مزيج اللحمة والجبنة عندهم رائع، ولكن الخبز كان شوي ناشف، والسعر مع الطعم نزل من تقييمه شوي كمان. بعدين بيجي كيبن برجر مع برجر الجرجير الغريب تبعهم ولكن الزاكي. بعديهم 9 بي ام، لحمة جيدة، خبز ممتاز، وكمان صوصات ممتازة. آخر مطعم واللي صراحة كان خيبة أمل الحلقة سموكيت. كنت باني عليه أمال عالي، ولكن اللحمة نفسها حتى لما جربتها لحال ما لها أي طعم، بالإضافة لأنه السعر كان مرتفع. وطبعا ذا تشيكن بار كان ممتاز جدا، ولكن ما بيدخل في المقارنة عشان البقية كانوا برجر لحمة. وهيك نكون وصلنا لنهاية الحلقة من الحلقات اللي استمتعت فيها أنا شخصيا. كالعادة اكتبوا لنا المناطق والمطاعم الجاية اللي حابين نزورها، وما تنسوا تشتركوا في قناة فاجر. ما تشوفكم الحلقات الجاي، نشوفكم الحلقة الجاي. السلام عليكم.